السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة بالروز روعة قمة البنة، بزاف بنينة. الروز باللحم بهذه الطريقة يجي فريمون بنين ومعسل. الروز يجي مفركت، يجي مم اللحم يطيب تخي بيان. الوغ تبعوا معايا ونشوفوا الوصفة هذه كيفاش نديروها. اللي اول مره تدخل للقناه نقول لك مرحبا بكم، وما تنسوش اشتراك في القناه وتفعيل الجرس، مشاركه الفيديو مع احبابكم، وجربوا الوصفه اكيد راح تعجبكم. نمروا لطريقه التحضير. نقطع هكذا حبه بصل كبيره ولا زوج حبات متوسطين كما انا درت. عندي حبات شويه صغار، درت 3 حبات هكذا. عندي زوج سنينات توم طوماطيش ومن بعد نستعملوها. نقطع البصل هذا ولا مال هكذا شغل. راح ندير كيما نديرو تكتوكه بالطول هكذا. نحط له الزيت هكذا ونخليه يتقلى، هكذا حتى ياخذ لون ذهبي، حتى يتكرمل لي مليح البصل. كي نشوف البصل هكذا تكرمل مليح هكذا، خداني كولور دوغي هاديه، نبدا نزيد قطع اللحم اللي عندي. بون تحبوا ديروا دي مورسو هكذا كبار، تحبوا تقطعوهم اون كوب ولا دي مورسو صغار ولا كيما تحبوا. تحبوا ديروا اللحم، تحبوا ديروا الدجاج هكذا، ونخليه يتقلى. نقعد نقلب في اللحم هكذاك، وبعد نجيب زوج سنينات الثوم اللي هضرنا عليهم هكذا، نراكيهم ولا نسكرفجهم ولا واش نجيب معايا ثاني. واش يلزم لي؟ عندي عود قرفه، انا هذوش قاعد لي ما يهمش. ودوكا واش راح نديرو؟ الكود تاعهم قاصحين شويه، او خير كي ما نكثروش. قرفه، عود، عندي هيل، حبات الهيل هايلك ندير حبيبه ولا زوج برك خاطر قاصح بزاف الكود تاعها. وعندي نجمه الارض، وهي هكذا تتقلى. نروح نجيب زوج سنينات تاع الثوم نزيدهم، نزيد واش قلنا الحبات الهيل، زوج حبات الهيل مع عود قرفه ونجمه الارض نزيدهم ثاني. ولي زيبيس واش عندنا فلفل الكحل، غنزيدو شويه فلفل الكحل، شويه كاري ولا كوري، عندنا راس الحانوت، شويه راس الحانوت، وعندي شويه قزبر، وبيان سور العكري نزيدوهم بعد مع طوماطيش. نقعد هكذا نقلب في اللحم ونشوفوا بلي البصل فريمون تكرمل، وغادي تعطيني نكهه تاع لي زيبيس مع نجمه الارض والهيل روعه في التقليه ديجا تشموها. نزيد حبه طوماطيش اللي قلت لكم عليها هكذا مقطعه، وشويه فلفل عكري، نقلوها شويه. نمرق هكذا حتى تقريبا يتغطى اللحم ونخليه يطيب. كي نشوف هكذا تقريبا اللحم طاب، نخليه فريمون يطيب مليح شويه. نروح نجيب الروز هكذا نشلو ونزيدو للمرقه ونخليه يطيب. انا استعملت هنايا غي ايتوفي رز مفور بسماتي. نتيا استعملي واش عندك في الدار، الرز اللي تقدري اللي متوفر. اذا كان مفور يعني راح ياخذ ماحش ياخذ وقت كبير باش يطيب، والماء ثاني يطلع من شوف. اذا كان رز ماشي مفور معناتها راح ياخذ لك وقت اكبر، ومم كميه تاع الماء يسحق شويه اكثر. ونخلوه يطيب. نجيبو هكذا مقله، ندير شويه زبده
نحط حبيبات هكذا لوز باش يتحمصوا ياخذوا الكولور دوغي. الرز كي نشوفو نشف كامل ينشف تماما يولي خبزه تما نحيه نحطو هكا في اسياد نستف اللحم هذاك اللي عندي نكون فورت هكذا زبيب. بون هذه فاكولتاتيف، تحبوا تستغناو عليها اللي ما يحبش يكري صالي نشبح بها بهالطريقه. ونكون هاوليك اللوز ديالي اللي حمصتو ثاني تنزيدو من الفوق باش نزين به. وهذا هو الطبق تاعنا جاهز. شوفوا باين باللي بنين فريمون يجي روعه تجربوه والله ما تندموا. اللحم يطيب روعه، الرز يجي فريمون مفركت، هذاك البصل اللي قليناه يعطي واحد الكو فريمون معسل قمه فريمون بزاف بنين. وهذاك لوغو تاع لي زيبيس اللي درنا والبهارات هذوك المشكله اللي درنا يخرج قمه. جربوه وما تندموش باذن الله، ونخليكم على خير في فيديو جديد باذن الله.